السلام عليكم متابعينا الأعزاء، متابعي قناة حول العالم الأوفياء، كل الحب والتقدير. لقد تمكنا من إنشاء قناة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا والاختراعات الحديثة حتى تكون ملهمة للمبتكرين. ستجدون رابط القناة في الوصف أسفل الفيديو. لا تبخلوا علينا باشتراككم الكريم لدعمنا مجددا كما دعمتمونا سابقا. مرحبا بكم. في كل عام يتم بناء العديد من ملاعب كرة القدم في العالم. أغلب تلك الملاعب يشتهر بفضل أنديتها، والبعض الآخر يفقد قيمته بمرور الزمن. يعرف الجميع بعض الملاعب مثل ماركانا، ويمبلي، أولد ترافورد وكامب نو، ولكن هناك بعض الأندية الصغيرة قامت بإنشاء ملاعب رائعة. يرغب كل مهندس معماري في تقديم تصميمات فريدة من نوعها، ويوفق البعض في تحقيق هذا الأمر. اليوم سنقدم لكم مجموعة من ملاعب كرة القدم الأكثر غرابة في العالم. ملعب أوتمار هيتسفيلد. أصبحت القرية السويسرية الصغيرة جيسبون معروفة في جميع أنحاء أوروبا بفضل ناديها الوحيد وملعبه الذي يحمل اسم المدرب الألماني أوتمار هيتسفيلد. يقع الملعب فوق جبال الألب السويسرية بالقرب من المنتجع السياحي تسورم على ارتفاع حوالي 2000 متر فوق سطح البحر، الأمر الذي يجعل منه أعلى ملعب في أوروبا. تم بناء الملعب على قطعة أرض مستوية، والتي كانت لا تكفي لبناء ملعب كامل، لذلك فإن مساحة الملعب تقل عن المساحة النمطية للملاعب بحوالي الربع. ولأن الأعشاب تنمو بشكل سيء على هذا الارتفاع، قاموا باستخدام النجيل الصناعي، كما أنه يصعب الوصول إلى هذا الارتفاع الشاهق بوسائل النقل العادية، فيضطر اللاعبون وعمال النادي أن يصلوا إليه بواسطة التلفريك من قرية ستالدين المجاورة للملعب. الشائك في الأمر أنه ليس من السهل على العمال البحث عن الكرات التي تخرج إلى خارج أرضية الملعب. أليانس أرينا، ألمانيا. بمرور الوقت يصعب الأمر على المهندسين لكي يقوموا بالإبهار والتميز عن الآخرين، وقد نجح مصمم أليانس أرينا في هذا الأمر. يتكون الغطاء الخارجي للملعب من 1760 وسادة مملوءة بالهواء الجاف، ويمكن لكل وسادة أن تضاء على حدة بالأضواء الأحمر والأزرق والأبيض بكل درجاتهم. في الوقت الحالي يلعب على هذا الملعب ناديان محليان لكرة القدم، وهما بافاريا وميونخ 1860، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا. وتتغير إضاءة الملعب وفقا للفريق الذي يلعب، فمثلا عندما يلعب الفريق البافاري يضاء باللون الأحمر، وعندما يلعب ميونخ يضاء اللون الأزرق، وعندما يلعب المنتخب الألماني يضاء الملعب باللون الأبيض. ملعب سفانغاسكارو، جزر فارو. إنه أروع ملعب في مجموعتنا، وقد لعب عليه المنتخب الروسي مباراة عام 1995. المناظر الطبيعية حول الملعب فاتنة للغاية، ويبدو الملعب كما لو كان مبنى تحت مستوى سطح البحر، تحيط به الجبال من عدة اتجاهات. الملعب قريب جدا من البحر، فإذا كنتم ستلعبون هناك فعليكم توخي الحذر وعدم ركل الكرة بقوة، وإلا لن تقوموا بالجري وراءها وإنما بالسباحة. الملعب صديق البيئة. يوجد في البرازيل فريق كرة قدم يسمى كورينثيانز بالونيستا، وهو يلعب في ملعب صديق للبيئة. يشتهر هذا الملعب بأنه أول ملعب أخضر في البرازيل، والذي تم بناؤه دون استخدام الخرسانة. أهم ما يميزه المدرجات التي تم وضعها بشكل سطحي على الأرض، وتسع لحضور 6000 مشاهد. ملعب فريق براغا. يقع هذا الملعب في مدينة براغا بالبرتغال، وكان واحدا من ملاعب بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 2004. تم بناؤه خصيصا من أجل تلك البطولة. وفيما يخص الميزانية فإنه يعتبر واحدا من أغلى ملاعب البرتغال، فقد تكلف إنشاؤه 83 مليون يورو بسبب تصميمه الفريد من نوعه، حيث قاموا بحفر تجويف ضخم في الصخور وتم بناؤه بداخله. يوجد داخل هذا الملعب مدرجان فقط يتسعان ل30,000 متفرج، ويتصل سقفاهما بحبال معدنية متوازية. يوجد خلف أحد المرميين صخرة كبيرة معلق عليها لوحة معدنية ملونة. الآن يعتبر هذا الملعب هو الملعب الرئيسي لفريق الكرة المحلي لبراغا. ملعب كاوهسيونغ الوطني. تم الانتهاء من بناء ملعب كاوهسيونغ الوطني بتايوان عام 2009.
وفي نفس العام أقيمت عليه معظم منافسات بطولة العالم لألعاب القوى. يستخدم الملعب لإقامة مسابقات ألعاب القوى والرجبي وكرة القدم، ولكن كثرة استخدامات الملعب ليست هي ما يميزه، ولا حتى شكله الخارجي الرائع وخاصة في المساء. وليس ما يميزه أيضا أنه يسع ل55 ألف مشاهد. أهم ما يميز الملعب هو سقفه الذي يغطى ب8844 خلية شمسية يمكنها توليد كم هائل من الطاقة النظيفة، لا تكفي فقط لإضاءة الملعب، وإنما أيضا تضيء الشوارع القريبة منه. ملعب فوق مركز تجاري. إنه مثال نموذجي لملاعب كرة القدم في العالم، يوضح كيفية بناء ملعب على أرض مستوية، وتشييد مكان أسفل الملعب يمكن استغلاله في الإنفاق عليه. في 31 من شهر أغسطس عام 2013 أحرز الفريق المحلي لمدينة بلغراد راغو ماتيتش هدفه الأول على ملعبه الرئيسي الجديد. ولكن هذا الحدث العادي لم يكن لينال اهتمام المشجعين لولا أمر واحد، وهو أن هذا الملعب الرائع الذي يتسع ل5000 متفرج قد تم بناؤه فوق سقف المركز التجاري الكبير الاستاد، وقد تم إهداء هذا السقف كملكية عامة لمشجعي فريق راكو ماتيتش. مساحة الملعب 105 مقابل 65 مترا، وقد تم تغطيتها بالنجيل الصناعي عالي الجودة الذي تم إحضاره خصيصا من ألمانيا، وتم وضع 4 أجهزة بروجيكتور على الأطراف، وأصبح ملعب فريق راكو ماتيتش يتمتع بجميع المواصفات القياسية للويفا. يذكر أن هذا الملعب واحد من 4 ملاعب توجد فوق مراكز تجارية، ولكنه الوحيد الذي تقام عليه مباريات فريق يلعب بدور الدرجة الأولى في بلده. الملعب العائم مارينا باي. في ال10 أعوام الأخيرة تم إعمار دولة سنغافورة لدرجة أنهم لم يجدوا مكانا لبناء ملعب لكرة القدم، ولكن السلطة المحلية وجدت حلا بديلا لتلك المشكلة، وقررت بناء الملعب فوق الماء. تم بناء هذا الملعب في الخليج الذي يحمل نفس الاسم، وهو الملعب العائم مارينا باي. بالإضافة إلى الملاعب المختلفة والحفلات، هناك ممشى سياحي يمر من خلال هذا الملعب. تتسع المدرجات التي توجد على الشاطئ ل30 ألف متفرج. أما الملعب العائم نفسه فمصنوع من الصلب، ويبلغ طوله 120 مترا وعرضه 83 مترا، ويمكنه تحمل وزن 1070 طنا، أي تقريبا 9000 شخص. تم افتتاح الملعب عام 2007. تقام عليه رياضات مختلفة، وكذلك تقام بعض الأنشطة الثقافية.